السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوناش بالجيم وتشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كامل الجديد، وندخلوا الفيديو تاعنا على بركه الله. ماشي راح نطول معكم، نحكي لكم في موضوع واحد برك. صحاب البيام قال لك اليوم لي سوجي كانوا ساهلين، ربي يوفقهم ان شاء الله. اما بخصوص النقطه هذه واللي هي شوف والله غير كارثه تحير. المهم التدخل تاعي برك اللي راح نهضر فيه واللي هي بخصوص فنانة جزائرية بيبي دامور تعرفوها لا علينا. كاينه متابعه من المتابعين تاعها، ماشي ذا حسد والله غيره والله غير كارثه. بعثت لها صاك يدير واقيلا 25 مليون والله هكا. الحاجه اللي بغيت نقولها قسما بالله، وهذه اللي بعثت لها، لو كان جاء انسان طالب دراهم وراح يدير عمليه، والله واحد راح يتزوج، والله المهم حاجه انسان صح خاصو ذوك الدراهم، والله ما يبعث له. قسما بالله ما يبعث له. مي تاوعنا كاين واحد العباده تاوعنا يبغوا يزيدوا البحر للماء، البحر يبغوا يزيدوا له الماء، البحر يبغوا يزيدوا له الملح. هذو هما كانوا هاد العباد هكا. تبعث لها في صاك يدير الاخر زعما الزوخ والفوخ وما على باليش هذا. كون بعثي لوحده ما عندهاش، والله بعثي لها بعثي دراهم كاش ماكا. مي هذو العباد والله غير هذا تبذير اسمه، هذه ماشي غيره والله. انا المتابعين تاعي الجام حسدوني فيها، اش ديروا لنا الجام. المهم كانوا هذا هو النقطه برك تاعي اللي درت لكم عليها. دوكا نزيد ندخل الى اهم النقاط في التعليق الصوتي، لانه والله غير راني عيان وكاين مواضيع بزاف. تسمى دوكا شوفوها في التعليق الصوتي. تحياتي لكم كامل وسلام. تشوفوا الصورة اللي راهي أمامكم تقولوا ما هذا؟ يعني هذا السباحة بالطين اللي صارت في يعني عندهم احتفالات يديروها هكا للتخلص من زعما الآثام وزعما من الاكتئاب وزعما من المرض. يديروا هذه العادات عندهم يعني في الصين. كاين دول بزاف يديروا هذه تاع السباحة بالطين، كاين اللي كل واحد شي يدير. المهم كاين هذه ما نقولوا السباحة بالطين، كاين هذوك اللي يلعبوا بنعمة ربي. لا علينا. ننتقل إلى نقطة أخرى واللي هي جوانفي، الشهر اللي يجمع ما بين جوا وجانفي وسموه جوانفي، يعني في ثلوج أمطار. ماشي ثلوج يعني ذيك البرد كما نقولوا حنايا مع الأمطار. وغدا نورمالمون راح يقولوا زيدوا تصب ولا علينا. المهم كانت أمطار خير إن شاء الله. المهم كما راكم تشوفوا قالك أطيب قلب في العالم بعد قلب الأم، يعني اللي هو الدلع. وصح يعني مكاش من غيره اللي يمد لك البنة والحلاوة، يعني كحلاوة الدلع. نزيدو ننتقلوا الى نقطة اخرى. كما راكم تشوفوا حبيت ندير له لاباراي تاع السنين، ما عرفتش وين نديرها له. كما راكم تشوفوا عندها القط تاعها السنين تاعو معوجين، حبيت ندير له لاباراي. واش ندير له لاباراي والله غير كارثة. حتى القط ولاو يديروا له لاباراي للسنين تاعو. حلل وناقش اخي الافريقي كما شئت. المهم نقطة أخرى، حالة طبية نادرة. مسن سعودي لم ينم منذ 40 عام قائلا إنهم أعطوه دواء لكنه لم يساعد على شفائه. الطب اللي راح ليهم ملقاش العلاج تاعو في عمره 70 سنة وعنده 40 عام ما رقدش. قصة واقعية وقصة حقيقية، يعني ما فيهاش كذب والله، والأطباء يشهدون على ذلك. وهذه حالة تجي من عند ربي ما على باليش، سبحان الله. خويا ما راحش تجيبوا الوان جديده السمانه الجايه، هذه اللي تروح تشري الخمارات ولا هكا وتبحث على الالوان لا قماش والله، شوف الالوان كاع قدامها وبعد تقولوا ماش راح تجيب الوان جديده السمانه الجايه. الالوان هذه اللي راح يجيبهم ما فهمش واش من الالوان هذه، لا قمر روزي ولا واش من الالوان هذه اللي تحوس عليهم الجديده، راسك يحبس. والله كاين هذو اللي يبيعوا راهم يعرفوا، ولا نتوما تروحوا تشروا تفهموا ذي الحكايه. الأم قامت بتصوير هذه الصورة العفوية لآب يدرس أبنائه، تتمنى للآب مزيد من التفوق والنجاح. الآب قاعد يقري في أولاده وأولاده هم يتفرجوا مع الرسوم وهو قاعد يحفظ فيهم. يعني لهنا شكون اللي راح ينجح في الدراسة؟ الآب. يعني الأطفال ما راح ينجحوا ما والو. هذه صراحة صار كامل الأولياء. المهم ردا جميل لحملة تكريم الأساتذة وتنظيف المدارس. المهم هذول راهم يديروا في التنظيف تاع المدارس كما راكم تشوفوا. ينظفوا في المدارس وينقوها هكا. حملة مليحة، ماشي كما هنا يروحوا يخربوا يكسروا الكراريس. هذه هي باش تكون التربية ما بين كما يقول لك وزارة التربية والتعليم، تكون التربية قبل باش يكون التعليم. هذه هي كما واحد يقول لك جيب لي واحد مربي ومشي معلم، صح. التربية تغلب التعليم. لا علينا، هما يتجملوا بعضهم بصح التربية أكثر. أيهما أصعب في الجزائر؟ إيجاد عمل، إيجاد سكن، إيجاد امرأة صالحة؟ كل واحد يجاوبنا بصراحة في لي كومونتير، ولا المرأة تجاوب بصراحة تقول العمل ولا سكن أو إيجاد رجل صالح، يعني والعكس كذلك. كل واحد يجاوبنا بمفهومه الخاص وباعتقاداته وبفكر تاعو الخاص يعني. المهم نقطة أخرى، إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم. الناس اللي راح يسقسوني يقولوا لي أنا ما نتبعش البعلومي هذا، أنا عارفه باللي معروف يعني إبراهيموفيتش راح يعتزل كرة القدم وهو كبر. هذه هي. المهم يدخلوا الدراهم بعد يعتزل.
وزير التربية الإعلان عن نتائج البيان في حدود 25 جوة. ربي يوفقكم كامل إن شاء الله. وهذه هي، ما بقالكمش بزاف يعني دوكا تكملوا تقعدوا نهارات تسمعوا بالنتائج، وإن شاء الله تكونوا نتائج ممتازة وطلعوا كامل إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هذا من تايلاند، شوفوا كيفاش كان، كيفاش ولا عملية تجميل اللي حولت له، يعني تحسوا إنسان خاطئ ماشي كاع هو، ومي والله غير هو. انا شفت الفيديو هو بصح ما يبانش كاع، هو يبان انسان اخر. شوفوا التجميل وين وصل، شوفوا التجميل وين وصل. احنا مزلنا في واحد لاتيب واحد. المهم نقطة أخرى واللي هي الأراضي الصحراوية غير صالحة للزراعة. هكذا كانوا يقولون لنا كي كنا نقرأ في الابتدائي. الأراضي الصحراوية صالحة للزراعة، خير من وقت كانوا يقولون غير صالحة غير صالحة. أنا نشوف فيها ذكا صالحة، خير من أراضي اللي فيها مياه وفيها تلاء وفيها تربة خصبة، نشوف فيها خير منها. امرأة سعودية عمرها 70 عام تتخرج من الجامعة بشهادة امتياز. العزيمة والصبر، ثقة تساوي النجاح. عادي ونجحت وراهي تكمل في الدراسة في الجامعة، كملت بشهادة امتياز. يعني المثابرة والعلم والاجتهاد هذه ماشي زعما واحد صغير والله والله كبيرة وعادي. هاي الشهادة عندها وكرموها وتحصلت على نتائج ممتازة وربي يوفقها. هذه هي يعني المثابرة والعلم ماشي غير الصغار. المهم قال لك المواضيع سهلة. اليوم اللي خرجوا من شهادة التعليم المتوسط كامل قال لك يعني مواضيع سهلة، وصراحة أنا قريت لي سوجي مواضيع سهلة في متناول الجميع، وإن شاء الله ربي يوفقهم كامل وينجحوا كامل. المهم نقطة أخرى 5404 محبوس يجتازون البيام في ظروف ملائمة. المهم قال لك هذو اللي عقبوا البيام عقبوها في ظروف ممتازة، ظروف حسنة مليحة، وربي يوفقهم كامل إن شاء الله. وإذا كانوا وربي يهديهم بس كادوا من المحبوسين. إثر سكتة قلبية وفاة أستاذ بمركز امتحان البيام في سطيف. المهم ربي يكتشف، ربي يرحمه ان شاء الله. هذه هي، كل واحد ربي مكتوبه، يعني مكتوبه جا ثم ويموت في شهادة البيام، يعني مش عنده علاقة زعما واش صرا له ثم، يعني مكتوبه كل واحد ربي كيفاش كاتب له الموتى تاعو. نقطة أخرى واللي هي بخصوص مغربية حفرت لهم بئر، تعرفوها يعني إحسان بن علوش، تصنع الحدث بحفر بئر في إحدى القرى النائية باش يشربوا منه الماء، وتلقى ذا الخير في الدنيا تاعها وتلقى في الآخرة تاعها، يعني تلقى في الآخرة تاعها وربي يوفقها في مسيرتها. نتمنى من المؤثرين تاعنا ثاني يزيدوا يديروا هكا صوالح باش يبينونا بالحب تاعهم لهذه البلاد الجزائر، كما راهم الشعب يدعم فيهم كما هم بالحق يدعموا الشعب. عصابة تستدرج قاصر ووالده عبر إعلان وهمي لبيع سيارة، وهذه هي باش الواحد ما يطيحش في ذي بصراحة بزاف ناس يطيحوا في ذي تاع يجيبوهم هكا بالفيسبوك ولا بهذه تاع البيع تاع السيارات، فلي هذا حذاري ثم حذاري. اخر نقطه لنهار اليوم واللي هي بخصوص كما راكم تشوفوا دارت له كابتورات كامل طبعتهم يعني تاع الماسنجر وجابتهم له، قالت له شوف اش كنت تدير وشوف اش كنت تدير. هذه وصلت الى ستاج الوحش الاخير كامل. كانوا هذوما الاخبار تاعنا، كان هذا هو الفيديو تاعنا. ما تنسوناش بالجام اشتراك في القناه. تحياتي لكم كامل وسلام.